اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، وصفتنا لليوم الخبز التركي أو خبز البيدو زي ما هو متعارف عليه في تركيا، أو خبز رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. الخبز التركي يا جماعة من أطيب وألذ وأشهى الخبز اللي ممكن إننا نعمله في البيت، بعجينة هشة وقطنية، ريحة بتاخد العقل، طعم ولا أروع. فينا نقدمه على السحور في رمضان أو في الأيام العادية على الفطور أو العشاء، بجانب أحلى وألذ وأطيب كوباية شاي بالنعناع مع شقفة جبنة بيضة أو زعتر أو زيتون، أو فينا نقدمه يعني بدون أي إغماس، يعني خبزة شهية ولذيذة. تابعوا معي الفيديو للنهاية وإن شاء الله حيعجب حضراتكم، وإذا عجبكم لا تنسوا تدعمونا. ويلا نبلش بمكونات العجينة على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام. في بولة العجانة حنزل ب2 كوب مقاس من المية الدافية، يعني لازم تكون دافية، لا هي باردة ولا هي سخنة. 2 كوب مقاس ما يعادل 500 ملي. حنزل معلقتين من السكر الحبيبات ومعلقة ونص من الخميرة. الهدف إن نعمل هلأ تست للخميرة لحتى نشوف خميرتنا فسدانة ولا مش فسدانة قبل ما نبلش في مرحلة العجن. بنخلط المكونات كويس لحتى يذوب السكر نهائيا، وحنزل مبدئيا بكوب من الطحين متعدد الاستعمالات نخلته مسبقا. وفي الوسكة هلا بقلب الطحين كويس لحتى يمتزج تماما وحتى يختفي وما يكون في اي تكتلات. هلا بغطي البولة وبتركها ترتاح لمدة 10 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. بعد 10 دقايق اتفاعلت الخميرة بسم الله ما شاء الله، وارتفع قوام الخليط كده، ضمنت انه خميرتي مش فسدانة. وحكمل هضيف باقي المكونات. حنزل بنصف الكوب من الزيت النباتي. طبعا بالنسبة للأكواب المعيارية إذا مش متوفرة عند حضرتك فيك تستعملي أي كوب موجود عند حضرتك، بس الكوب بتقيسي فيه حتعايري فيه جميع المكونات. حنزل طبعا معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخل، ونصف كوب من الزيت النباتي زي ما قلنا. وهلا بدنا نضيف 5 أكواب من الطحين، شلت منهم معلقتين لحتى أفرد فيهم العجينة. تمام هيك. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الطحين بتعدد الاستعمالات ونخلته مسبقا لحتى اتخلص من اي شوائب. هحط في العجانه كده، هشغل العجانه تكون السرعه بدايه بطيئه لحتى ما يتعفر معي الطحين ويبهدل الدنيا، وبعدين بعلي السرعه. طبعا مدة العجن حتكون 10 دقايق بالتمام لحتى احصل على عجينة لينة وطيعة وما بتقطع معايا تماما. ببلل اطراف اصابعي كده بالزيت النباتي لحتى اخرج او الملم العجينة من العجانة وحتى يسهل اني اشيلها. طبعا اذا مش متوفرة العجانة حتعجنيها على ايدك ست الكل، بس حتكون يعني بدك شوية عضلات كده لحتى تحصلي على عجينة زي ما هو ظاهر لحضرتك كده، تكون عجينة مطاطية كده ولينة ومثل الملبن، ما بتقطع معاكي على الإطلاق. وهذا هو سر نجاح الخبز التركي، العجينة تكون تمام التمام. في بولة جافة ونظيفة هلا بنزل بشوية زيت نباتي، بدهن الجوانب والقاع كده لحتى أحط العجينة فيها، وبغطيها بفوطة نظيفة وبخليها تختمر وبريحها لمدة ساعة. بعد ساعة بسم الله ما شاء الله، طبعا أنا حطيت نايلون حتى ما لما ترتفع العجينة كده ما يتلزق بالفوطة. بسم الله ما شاء الله، هذا هو قوام أو هذا شكل العجينة بعد ما اختمرت بعد ساعة بالتمام. بديها بوكس كده لحتى أخرج الهواء الزيادة. وهلأ بلملم العجينة لحتى أشكلها على الرخامة. طبعا بلملمها لملمة، مش بعجنها من أول وجديد، لا، لحتى ما أخرج الهواء منها لأنها ارتاحت. برش رشة خفيفة كده من الطحين، هم المعلقتين اللي شلتهم من الكوب السادس كده زي ما حضراتكم شايفين. وهلأ بلملم العجينة بكورها على هيئة كورة كده، وزي ما قلت لحضراتكم بالراحة ما بخرج الهواء منها لأنها مرتاحة. وطبعا بدي أقسمها هلأ نصفين متساويين، فيك تقسميها لنصفين أو 3 أقسام يعني زي ما حضرتك بتحبي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم أنا ضفت 6 أكواب من الطحين إلا معلقتين. بالنسبة لنوعية الطحين احنا عارفين إن في كل نوعية بتختلف عن الثانية، يعني ممكن إنه تضيفي 6 أكواب بالتمام والكمال حسب تشرب المية اللي عندك، طبعا حسب نوعية الطحين اللي عندك. يعني إذا لقيتيها بتلتزق كتير يعني فيك تضيفي رشة خفيفة من الطحين.
طبعا بعد ما قسمت العجينة لنصفين متساويين كده، هلا بجيب صينية فرن بفروشها بورق الزبدة، او فينا اذا مش بتوفر ورق الزبدة فينا ندهنها بدهنة خفيفة من الزيت النباتي، وبأطراف اصابعي ببططها كده من الاطراف ومن الوسط لحتى تتوزع تمام وتتساوى تماما، تكون جهة اعلى من الثانية، وبغطيها بخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. بالنسبة للكفر اللي بدنا ندهن فيه وجه العجينة، عندي حليب سائل، حنزل معلقتين من زيت الزيتون، وبقلب كويس المزيج لحتى تدي شكل أو تحميرة حلوة للعجينة. بعد 10 دقايق رجعت كده، هلأ بترك سنتي تقريبا من الطرف، وبعمل دائرة كده وبنقش العجينة زي ما حضراتكم شايفين بأطراف أصابعي، بعمل على شكل دائرة كده، وبحاول اني اغرس اطراف اصابعي كويس في العجينه حتى تضلها العجينه محافظه على النقشه هاي اثناء او بعد التخمير وبعد الخبيز. وبعمل خطوط متوازيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين خطوط مائله تكون بتقاطع الخطوط المتوازيه زي ما حضراتكم شايفين. صار هيك شكلها. هلا بدنا نحط الكفر عليها زي ما قلت لحضراتكم، الحليب مع الزيت. فينا نضيف كفر تاني، يعني صفار بيضة مع معلقتين من الحليب السائل مع شوية خل أو شوية فانيلا المتوفر عند حضرتك. برش هلا حبة البركة والسمسم الأبيض، طبعا أنا عندي عفوا عندي السمسم اللي مش محمص، حطيته على وجه العجينة كده. وهلأ بدي أدخلها في الفرن يكون محمي مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية بالنسبة للفرن الكهربائي. أما بالنسبة لفرن الغاز حنحطها على الرف الفوقاني درجة تكون مقاربة لدرجة خبز البيتزا، حتكون طبعا أقل من المتوسطة بشوية كده. بحطها على الرف الفوقاني تحمر من الأسفل، بعدين تاخد تحميرة من الوجه زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما أخرجها من الفرن مباشرة ببخها بشوية مية لحتى تكون محافظة على طراوتها، أو فينا نجيب فرشاية ونبللها بشوية مية فننفضها من المية الزيادة وندهن فيها وجه الخبزة كده وبنغطيها لحتى تحافظ على طراوتها. وصار هيك شكلها. بنحطها في صحن التقديم. بسم الله ما شاء الله، عجينة ولا أروع والله يا جماعة، ما أقولكوش على ريحتها بتاخد العقل. وهي شكلها بعد ما تحمرت من الأسفل ومن الوجه. إن شاء الله الفيديو عجب حضراتكم، وإذا عجبكم لا تنسوا تدعمونا بأحلى لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء. كانت معكم نجوى عوض من قناتي لمسة نوغا. دمتم في رعاية الله وأمنه.